هدف جميل عن طريق اللاعب غانم الحبشي، لكن بعدها السعودية سجلت الفوز. كرة طويلة وفاول من جديد. عدد الفاولات أكثر، عدد الفاولات أكثر. يا عبد الرزاق، كرت أحمر لعبد الرزاق. يا هذه المفاجأة المذهلة. اللاعب المنتخب المغربي في الكرة بينه وبين اللاعب العماني. هل هذه نقطة تحول؟ هل هذه نقطة تحول؟ عبد الرزاق حمد الله بطاقة حمراء، كرت أحمر. خلاص المغرب ب10 لاعبين، المغرب ب10 لا. هذه ما الذي حصل؟ هنا طبعا الحكم شاهدها متعمدة من عبد الرزاق يعني، وكان يقول للحكم أنا رافع قدمي في الهواء أريد أن ألعب الكرة، ولكن لماذا وصلت لوجه اللاعب العماني؟ هل كانت متعمدة؟ هل يعود الحكم إلى الفار؟ كرة أصابت وجه المدافع رقم 5 مصعب الشاكسي، والحكم بطاقة حمراء مباشرة إلى عبد الرزاق حمد، ويغادر الملعب. كابتن المنتخب المغربي يغادر الملعب بعد نيله بطاقة حمراء مباشرة. حاول عبد الرزاق يقنع الحكم الباراغواياني. خلاص الحكم الباراغواياني وكأنه كان في وضع سمح له يشاهدها بشكل واضح جدا ويحكم عليها مباشرة. حتى القرار